بسم الله الرحمن الرحيم. روتين جديد وجميل ومفرح ومبهج. ربنا يدخل فرحة على قلوبكم جميعا وتفرحوا وتعيشوا دايما في خير وسعادة. النهاردة فرح بنت أختي يا جماعة، وأنا جايبة لكم روتين أفراح بلدنا، روتين أفراح الصعيد زي ما انتم شايفين كده. دي العفشة بتاعت بنت أختي وهي طالعة. والله العظيم في الأرياف مريحين في العجين بيجيبوا لحد حاجات بيتك. غريبة والله العظيم يا جماعة. يعني لازم 15 عربية تطلع مليانين، يعني معنى مليانين. سبحان الله. في المدن أكيد الموضوع ده ما بيبقاش موجود بهذا الشكل وبهذا الطريقة، حاضر هفكم لكن السلاجين. والله أنا شفت عجب العجاب. الطشت الطشت وعيال. وعياله، والعجنة وعيالها، والتقفيص زي ما انتوا شايفين كميات. دي انتوا شايفين كده الكاميرا مصغرة الحاجة. والله العظيم أنا شفت المهازل يا جماعة. جايبة حاجات خرافية بنت أختي لبنتها. سبحان الله، يعني حاجات، يعني سبحان الله يعتبر تبذير. يعني أنا يعني استغليت الحاجة حاجات كتيرة زائدة عن الحجم، عن الحد. وأتمنى إنه ما حدش يقلد كده يا جماعة. يعني سبحان الله، يعني الحاجات كل مادة بيطلع حاجات جديدة وحاجات أحلى وأجدد. فعليه نلزم العروسة إنها تقعد بقى تستخدم في الحاجات الموديلات القديمة والحاجات زي كده. أنا مش مع كده، أنا مع واحدة تجيب حاجة بيتها المليانة. لكن هما ما بيجيبوش حاجة البيت بس يا جماعة، ده بيجيبوا حاجة البيت والغيط والجيران والشارع. الحاجات اللي جايبينها أقسم بالله أقسم بالله تتوزع على 3 عرايس تكفيهم. يعني حاجات غريبة، يعني انتوا مش قادرين تعملوا التفاصيل لأن حاجات متكومة فوق بعضها تكويمة ما يعلم بها إلا ربنا. لو شفتوا أكياس المكرونة ولسان العصفور، دي صينية لازم بد إنها تكون مملية، حتى المقرمشات والجبن واللانشون والكلام ده كله لابد إن يتجاب. والمربى ولسان العصفور والتونة، كله ده يا جماعة متجاب والله. يعني ماشي، ما في حاجات يعني دي حاجات عادية، لكن في حاجات مأفورة جو خالص يا جماعة. الحاجات الغالية دي، البطاطين كميات بشعة من البطاطين والمليات السرر والحفان. يعني سبحان الله، شايفين تفتح معرض اهي. أختي دي والله العظيم اللي استغربوا لها، هي جايبة حوالي 15 طاجن حلل. كل الحلل اللي في السوق والله العظيم يا جماعة جايبة منها. يعني مش ظاهرين هنا في الفيديو، لكن أقسم بالله إحنا عديناهم، ما عرفناش نقيمهم قوي. ده أنا يمكن عديتهم هنا في الفيديو، عديتهم 11 أو حاجة زي كده. لكن والله يا جماعة أنا لما جينا نطلع الحاجة لقينا حوالي 15 طقم حلل. هدي الحاجة اللي هتستغربوا لها، في حد بيجيب 15 طاجن حلل يا ولاد الحلال؟ كتير قوي يعني سبحان الله. وشايفين طبعا التربو والحلل، شايفين الحلل دي من أغلى أنواع الحلل في الصعيد. طقم لازم الحلل يجيبوها عشان 1 الحلل متدارية كمان في 2 البلاستيكات. 3 كل 4 أنواع الحلل اللي تخطر 5 على بالكم هنا 6 متجابة دي 7 ستانلس. 8. وكل أنواع البلاستيكات اللي تخطر واللي ما تخطرش على بالكم متجابة. يعني طقم بالإضافة الحلل إلى 1 لسه الترابيزات، أنا هنا 2 مصورة بس 3 الحاجات 4 المطبخ وكده، 5 لكن مش مصورة 6 لكم طبعا 7 الأدوات الكهربية، من 8. تلاجة، من غسالة، من بوتاجاز، من مكنسة، من ريسيفر، من دش، من تلفزيون. دول طلعت ب15 عربية مليانين لحد عينيهم كده. كبسناهم لما قلنا إيه بس. والله العظيم يا جماعة سبحان الله، يعني استغربت. أنا زعقت معاها قلت لها إن حاجة مأفورة شوية صراحة وكتير على البنت. المفروض حرام يعني ما تجيب، يعني العربيات بتفسح عشان تعرف ترص الحاجة. احنا بعد ما طلعت العربيات لقدام ما لقيناش مكان نحط فيه الحاجة، بقينا نودي تاني الحاجة لقدام تاني يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده الرجالة الله يديهم الصحة بيرصوا في الحاجة تحت، والشباب شايفين العربيات لورا سد الشارع كله، الشارع كله عربيات لورا. ربنا يفرح قلوبكم يا رب ويفرحكم جميعا ويجعل حياتكم كلها أفراح وسعادة يا ربي. شايفين أفراح بلدنا، أفراح الصعيد واخدة ترند يا جماعة والله. وادي الشباب الله يبارك لهم بيهيصوا للعروسة. يعني يوم جميل والله، احنا فرحنا لها خالص واتبسطنا. يعني بيبقى زي العيد عند الأطفال وبيستنوه الأطفال وكده. رايحين بقى نتفرج على حاجة العروسة ورايحين للعروسة. بصوا يا جماعة، احنا رحنا دي يا جماعة. أنا صورت لكم حاجة بالطول عشان تشوفوا بس دولاب العروسة.
أختي لازم هُم بيجيبوا أكتر من 100 فوطة، 120 فوطة، ومن أغلى الفوط والله. يعني أنا من كتر ما أنا تعبت فقُلت أصوّر لكم حاجة، لإن أنا فعلًا أُرهقت فعلًا، ما بقيتش قادرة إن أنا أواصل يعني. شايفين الدولاب